يا بنتي، من وأنا شايفاكي بتكبري قدامي وأنا بدعيلك ربنا يرزقك الهداية والنور والثبات. الحجاب يا حبيبتي مش بس طرحة على الراس، الحجاب ستر، حياء، طاعة لربنا وعلامة على بنت اختارت طريق الطهر وسط دنيا كلها فتنة. ربنا لما أمرنا بالحجاب ما قالش نختار شكل يعجب الناس، قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني نكون معروفين بالعفة والستر والهيبة، مش بالإغراء ولا الموضة ولا ألوان تخطف العيون. يا بنتي، أنا مش ضد الجمال ولا الذوق، بس اللي بشوفه النهاردة بيوجع قلبي. بنات لابسة لبس ضيق ومكياج كامل وحاطين طرحة بس كأنها اكسسوار. ده مش الحجاب اللي ربنا أمر بيه، ده حجاب صورة مش حجاب جوهر. الحجاب مش بس أنا لابسة حاجة تغطي شعري، الحجاب طهارة قلب وسلوك ولبس لا يلفت بل يستر ويهدي العيون. يا بنتي، لو لبستي الحجاب علشان الناس هتقلعيه أول ما يتغيروا، لكن لو لبستيه علشان ربنا هتثبتي وهتكوني فخورة بيه. أنا مش عايزة أجبرك، أنا عايزة أفهمك إنك لما تختاري الحجاب بصدق هتحسي بمعنى جديد للكرامة والأمان والعزة. يا بنتي، الحجاب مش موضة الحجاب عبادة زيه زي الصلاة والصيام. ما ينفعش نصلي بطريقتنا ولا نتحجب بطريقتنا. ربنا لما فرضه كامل، لا ضيق لا ملفت لا شفاف، لا نص حجاب ونصف زينة. يمكن كلامي يزعل بعض الناس، بس أنا بقوله من حبي ليكي وخوفي عليكي. أنا نفسي أشوفك واقفة بين يدي ربنا وهو راض عنك. مش مهم الناس يقولوا إيه، المهم ربنا شايفك إزاي. خليكي فخورة بحجابك، خليه تاج مش تقليد، خليه عبادة مش عادة. بحجابك الحقيقي تكوني أنقى وأجمل وأقوى.